بسم الله الرحمن الرحيم. المعضل. والمعضل الساقط من اثنان وما أتى مدلسا نوعان ديجك ببيجي هسا معضل أكو دوجي كتن القراء تعريف ابن حجر ما قلتو يعني ده حب دوهاف نشتري نجداوي والدوهاف يا دوها زي الدوها أسخري دوها لما بيتو المعضل هو ما سقط من رواة في غير أول سنة مثلا ندى أول سنة ده فيها القراء تعريفه مشهور اثنان فأكثر دو زي الدوها مع التوالي والدوها بتنقل وبقيد التوالي ما أكلمش كبير ما دي أكلمش نكية بل القرآن كي أبدا يقول به اصطلاح نيجي يقول به طب يجبون بشور ابن حجر شارح دكان القراء أوي وبقيد التوالي يخرج على المنقطع درتين من موضعين تاني كنت حبجي كاتبا أما نزل وحب جيافا فأكثر يازي زيدي زيدي دوا مثلا ندو حب بيفتر أولو نداوي بمنقطع أولو نداوي مثال المعضل قول الإمام مالك في الموطأ وتيجي إمام مالك بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف عبدرا خارناوي وجليبي كرب ورقا جي مربديكي ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق ونجد كعبة إشي جرانج مرف ناضيك ترى تستامي أفه فإن مالكا وصله في غير الموطأ مالك غير الموطأ ده وصل كليه عن محمد بن عجلان عن أبيه ماذا ودحب هنا هي عن أبي هريرة يعني عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه تمام يعني في وقت كنت نسيت بالك حساب كيف يبقى معلق قصص باعتبار الشيخ يقابل كيف تبقى معلق تمام في وقت جبالي مالك تاج روايتي حساب كيف يشغل به بيجي به معضل فهمت كيف ميمشي نه ياش خيبه والله شو فعرفنا بذلك سقوط اثنين منه دون اصحابي ام في فهمت كل كويس حب شونه خيني صحابي نتشيا صحابي شونه خد بو دو مرسل جاب صحابي نتشيا إجا أساس من دمك فيها بيز أوج ورد بيجي فعرف سقوط اثنين منه دون الصحابي يعني دمك كم في السنة إجباري إمام مالك كم ذكر ورا يكون في إمام مالك بنزات من دمك معلق بالنسبة للحسد مالك معلق حكم المعضل أسوأ حال من المنقطع دور ما يوجد منقطعي لباشتره وذلك الجهل بحال من حذف من الرواة شنك ايوه تشونا حذفين بزانا وإنما يكون أسوأ حال من المنقطع بدأ أسوأ حال منقطعي ده خراب تردبه إذا كان الانقطاع في بعد واحد تي أم منقطع كش جيكي به أبي جدوا به ويبدو دوا وياه أما منقطع بيج دجابة ما نلدو هبن وقت يجد دجابة ويجيبون دو بس أما إذا كان في موضعين انقطاع دجابة به فإنه يساوي المعضلة في سوء الحال أو جبك ده خرابية ده بوك معضلة المدلس Böyle şeylerin kitap okusam ziraatı. yok gel oku. Yani ben Ne yapacaksın? Kitap okuyacağız. bir kitap okusam ziraatı. Tamam yok bizi rahatsız etmiyorsun gel. المدلس وما أتى مدلس نوعان إلى مدلس بنوع الأول الإسقاط للشيخ أول الشيخ يخضع في شيء وأن ينقل عن من فاقه بعن وأن وش إجورا الشيخ شيء يبقى عن روايتك يبقى عن روايتك يعني لفظك المراجع عن وأن لفظك محتمل يعني لفظك نص سماعي ده والثاني قسم الدعاء الشيخ إسقاط ناقل إجا لا يسقطه لا يسقط الشيخ لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وصف ورد بيجه بنا معروفة بنا يزن بين إن عرفت تنزل على عربي بفيها استعمال كريه يعني من يانش استعمال كريه ده من لغة المزيكا تنبه إن عرف أن معنى معروف تنبه حقني هباء يعني نوع لا يعرف ابن العربي ده ورد استعمال كان إجا فزينبيه لا نعرف شيء يوضي تنبه العربي ده نشيء المدلس هو الحديث الذي دلس فيه الراوي بجمجي التدليس أو حديث يكون راوي ده تدليس كده يعني بوجه جوشي تدليسي أنا تدليس بيجي شكلي يعني مش تدليس ثابت بو أرتق أو حديث به مدلس دلس أصلي تعرفون إيه بلكي بيجي
تعريبون تأفجي شبكي وقت ترى أو دبا راوي أو وقت تدليس يدك وقت تعريبون سر أول شيء سنة دي شيء دبا يعني يزاري مش قلتنا. التدليس نوعان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. تدليس الإسناد هي وتدليس الشيخة هي. أولا تدليس الإسناد. تدليس الإسناد قاضي بلا الشيخة طبعا قاضي بلا بشتي الشيخي ويطابق كذا بفرق. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي رواية كعمل لقيه ولقي به ما لم يسمعه منه، أما تشكي جي سع نكريه. إذا نجو عاصره وتيز ده تعريفه إذا عمل عاصره ولم يلقه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه لكن لم يسمع من هذا الحديث، أو يا تجي أول شيء لقاء شيء، أو دبيك مثلا كل لقاء أو جي أول قطان ديا أو شنك إيه دبيج مثلا كل معاصرة هبة ولقاء تنبة دبيجن أو مرسلة خفية، كل لقاء شيء ثابت فيه وش أخي تدلسه. تمام. بلکه اولی گوره چیه یخصا گرت ساده لقاء ذاتا گرچه يعني كويا قصناك البيجي ذاتا وقت لقاء ذاتا معاصرته نوري. اما ايكو مصطلح خفيجية قتين وريتك صارت الثانية هبة ولقاء تثبيت نبأ مصطلح خفية نمدلسة ولقاء هبة وطبي فان شرط نجي الجيبن مثلا كنت صابت بكوشي رواية ناكدية دبن بمدلس أو يروي عن من عاصره وبيجتينا مثل وش عن كيك ما جوردات بيداتي أو يروي عن من عاصره ولم يكن يا جاكي معاصر روايات كما لقى بنبيه لقى نبي وش أو يجي كريك يعني مع رأس مدلس ومرسل خفيف كريك شو كتير يك مهما أنه سمعه منه والدوامي كو جي صحكي بأن يقول عن فلان أو قال فلان. يعني مثلا إيكو وارد ده وهميك بس أنت إذا سيخي احتمالينه يعني نصد سماعي دانا أما احتمال سماعيش دوان ده فيكون نجم داري سيبه فأنا تحم كسر سماعي طوي أو شرط بخاري مسلم مثلا بخاري بيجا جلاء اللقاجي أرام عنه عنه ده صامت وبخاري مسلم معاصرته بكافية وقت ده سيدات بإثبات كل حكمي متصل ده جا أما طبي فيا بشيك وهاب في لفظ كبير روايات كيلو وهات في منها فيا جويا روايات ناكرية وشاد دمك فيا تديسيت كه بشيك تديسيت كه جوجي روايات بتاعش خصونتنا وقت بشيك فيا لإثبات وأرقام عن عني وصار حكمي انقطاع حسب قبل تبين السماع السماع شو بيان بقى لك يجي كدينا قلت سمع وتحدث أو أن فلان فعل كذا أو أن فلان قال كذا نوري ونحو ذلك من كل لفظ يهم التصور لا يقتضي. طيب بنزل فانا لفظ او مثلا بيجي بلغني نوري بيجي قال كذا ما بيجي قال لي بيجي قال لي او سماع كسينه اما بيجي قال لي اكيد نرى لازم قال لي بقى لوك عني يعني انا فرقت كلمه تقولش ما وريت من قال لي وقال في القول هي براي بيجي قال لي معناه ديمك بفعل مراغوت ديمك وكا بيجي سمعته اما بيجي قال قلت أما قال لمن تنبي شخص ودوي وكعن عنه. أما إذا روى عن من لم يعاصره بلفظ يوهم الاتصال يكي معاصره به يعني شو دع شاخوان هيك وبلفظك إهام اتصال هيك إذا تبعني بيجي فليس بالتسليل على الصل المشهور أجانا تدي سبب هو منقطع ذاتا نجيبوك نام معاصره شو جابناك إيش ترى بيجي مش بيا روايتنا كذي نوري هذا افتخابان تطلع تنظام بتنظام يعني هذه في علمي بي قالت وقت معاصرة وقت مش قلت زاني واي أو معاصرة تنا بيشي قالت بيزامبي ويعبر عن ذلك بأنه إرسال ظاهر مثل فرق إرسال ظاهر. وأما إذا صرح بالسماع يكشف من مهم فكذا تصح بيجي سمعته ولم يكن سمعته وذلك فورتي لم يسمع منه به ولم يقرأ عليه به فإنه يكون باب الكذب بصدارة في أرطنا بمدلس في بكاذب يعني بمتهمي بالكذب أرطق شو بيقاسي باش بابي دروا فيكون مجروحا مردودا روسة وقت قبل ناب تمام دمكي احتمالا أو لفظك محتمل به خصوصا واجد بيجي من القطع في روايتك في بيناب مدلس نوري وقتي كوب سماعي قلت له تثبيت فين ورش خد بدر وشي ما كيجا اكو مثلا ويبقى مدلس وشخص يبقى مدلس اكو بلفظك مهم روايتي معاصرات جي هي وياجي مثلا لقاء هي وبحد مثلا خفيف او يمكن يك مدلسي نوري او اما بلفظك مهم جوكو تثبيت كي واحد في خبان انت هي çünkü احتمالا مازن كو قالت يا روايات كده شو معاصرات وان جي هي يا لقاء وان جي هي
وتبيزت كي روايتنا كيف يا وش اخي ارسل جبته كبابني كنترولي جمع اهل حديثك خلينا بني كنترول الظن عن عني يعني بالفعل روايه كي بيجي ارت قبول لكن حتى اني كي بس بيان في بيان جي كنا قلت سمعته قلت حدثني يوزاشي مجموعه موثوقه وش اخي بس. وهذا النوع من التدليس أشار إلى المصنف بقوله الأول الإسقاط للشيخ تدليس أو تدليس في الإسناد أو المصنف شاركه إسقاط الشيخ يخو ضافيج شخو أباكو مكروه شيء هذا أساس أدني أنا بيجي أك مثلا تدليس الشيوخ نتدليس الإسناد يعني الشيخ عن شخص دكشناك نو ما بيدكشتك لقد ما بيدكشتك يعني إبهام السريشتك أو في سنة. وقالت مثلا انقطاع من قاطعتك ويا قصدك تدليس الاسناد يا قصدك تدليس الشيوخ. حكم تدليس الاسناد حكم ذا ان هذا النوع من التدليس مكروه جدا قلنا باشا قد ذمه اكثر العلماء زي ما يمكن حتى ان فريقا منه رد روايه من عرف بذلك يكون تدليس روايه دينا مقبول تبين شيء فيجي تبين السماع شيء فيجي طبعا هيك جمهور ولا نقول وإن صرح بسماع مثل وهذا بتصحيح كما حكاه النووي وتبشي حيلة صابته طب إذا سمعت يوم قولك ثم بين أن القول الصحيح في ذلك هو التفصيل مش قلت أساس قولي الصحيح أوي أم تفصيل تخني يعني شو يعني فما رواه المدلس بلفظ محتمل لفظك محتمل كعنيبة وكعنبة وكقالب نوري لبين في الاتصال بيان اتصال لكن لا يقبل نوري كقولي عن فلان وكبج عن فلان ويحكم عليه بالاختلاف في مقطع وما بين في الاتصال بأن قال في بعض الروايات حدثني فلان أم عن أي شخصي وتحت هذا ما يجي فيها صح كده أو سمعت فلانا أو حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك فهو مقبول محتج به حيث كانت ثقة تعطي ثقته مقبول بدل لأن الرواية التي جاءت بلفظ الاتصال دلت على أن الرواية التي جاءت بلفظ محتمل عن فلان أو نحو ينتصر أيضا شيء أو رواياتك بلفظ اتصال هاتية دلتك أو رواياتها بلفظ محتمل هاتية وقع عنه وبنزري أو شبتصل. وهذا معنى قول السيوطي أفزات بجا والمرتضى قبولهم إن صرحوا بالوصف فالأكثر هذا صححوا يعني صححوا هذا إيه مرتضى إيه رازي تبين مشكلين إيه قبول كلين قبولها محدثة قبولها أهل حديثة أجل تصحيح كن يا قبولها مدلسة إن صرحوا بالوصف أجل تصحيح كن بوصلي نوري أما قبول كن يعني شرع في الحساب قبول كن فالأكثر هذا صح تصحيح peki yek bir şey madem ki kulur ay he وشاخي شما بخاري مسبرات راد فيها أوتجي شما فيها نقلتجي نوري شما فيها عن عنا زانا ويوم دلسة تبي ويكون عدول صاحب الكتاب الصحيح عن الرواية باللفظ صريح لأنها لم تتفق مع الشاطر عدول أخوي كتابي تفجي برداناوي أخوي كتاب صحيح الرواية بلفظ صريح شما تفجوا برداه çünkü ne bora şartı yani bu şartı wan zlami wan yani hinki duye ev da hinki ve senet da hinki zlam hene ne zlami wan قلت فانا روايات كنت جمعنا مقبول طبي ونجوانا لوما دفيادا تمام عن هي اما زامي فرات هب ايه وان اذا تو روايات ديش هي بيان كيف فياجي سماع شو بقاسم شيء قال حافظ السيوطي قلت انا وري وما اتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمين نوري ايكو جمرهات البخاري ومسلم داب عنه او حمله يسر ثبوتاوي لائقه قمين لائقه مثال ذلك قال البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس ماذا قتادة مشهور بأوي بتدليسه وماذا فايز عن إيش أنس رواية كذي رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فلان وعن حسين المعلم قال ماذا حدثنا قتادة بمكي عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقد ودايس الأول ساكنة فروى كل من شعبة وحسين المعلم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وقد ساكنة وإد بيجي وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نبي من هيك حتى بخوازش بدي أخرى تصير أخرى بدي أخي مسلمان يعني قال لك مسلمان نحسته فروى كل من شعبة وحسين المعلم إذا شعبة روايته أو ذابو أو شعبة عن قتادة أبو آدني داجي حسين المعلم أو جي قال حدثنا قتادة يعني أو مثلا قلت حدثنا قتادة جاهد يجي قتادة عن أنس رضي الله عنه رواية كلمة وقتادة كان يدلس بيجي زامبو وقيد دسر وانا ويد تحصل لي بس قتادة تدريس كلية صابت فيه
ولم يصرح في رواية البخاري بالسماع من أنس رضي الله عنه. رواية البخاري بالسماع أنس وتكرية، ولكنه محمول على السماع شوا، لأنه قد صرح الإمام أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة لهذا الحديث، بقى لهذا الحديث عن رسول الله رضي الله عنه. عم بيجي كدني بس حديث كدني بعد فيات نابع ناك متصل. يعني ده واحد حديث هذا هوري بسماع قطعت لهذا الحديث سماعوي هي وأحمد بن سعيد رواية كنا ها دي ما كان بيوشع في روايتوي حمد بن سعيد سماعي في داش شو عندي حديث مين بو بين اللي جامع هذا بس بس. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.